هل بتصدق في اي حاجه انت مش فاهمها؟ للاسف يا صديقي في ناس كتير لغايه دلوقتي بيؤمنوا بالخرافات، وخليني اقول لك ان الخرافات دي ملهاش اي صحه من الاساس. السلام عليكم، اهلا بيكم، والنهارده هنتعرف على اشهر 6 خرافات شعبيه حول العالم. في المركز السادس، ما تحطش طاقيتك على السرير. لسنوات عديده كان في اقتناع عند الناس في الدول الغربيه انك لو حطيت طاقيتك على السرير فده هيجيب لك كل حاجه وحشه، بدايه من الحظ السيء الى الموت. وفي بعض الثقافات كانوا بيعتقدوا ان الارواح الشريره تعيش في شعر الانسان، فلما تحط طاقيتك على السرير فالارواح الشريره هتتنقل للشخص اللي هينام على السرير بعد كده وهيتضر، او ممكن تموت العيله المالكه للسرير. على الرغم ان مفيش اي سجلات عن اي حد مات بسبب حاجه زي كده، الا ان في سبب ممكن يكون مقنع الى حد ما، وان الطاقيه ممكن يكون فيها امل من راسك او اي حاجه مشابهه. وللاسف الخرافه دي موجوده الى الان في اغلب الدول الغربيه. في المركز الخامس، ما تكسرش المرايه. في مقوله قديمه بتقول ان كسر المراه يجلب 7 سنوات من الحظ السيء. بس انا وانت عايزين نسال سؤال، ليه 7؟ اشمعنى مش 8 او 10؟ فخليني اقول لك ان الخرافه دي ترجع للرومان القدماء، لانهم كانوا بيعتقدوا ان الحياه بتتجدد كل 7 سنوات. فلما تكسر المرايه فانت مش بتكسر ازاز بس، ده انت بتكسر او بتضيع 7 سنين من حياتك. وفي روما القديمه المرايه كانت بتتصنع من معادن تقيله وغاليه، وغالبا بتكون مصنوعه من الفضه. فكسر المرايه مش بس بيضر تفكيرك في ثمنها، ده انت بتحس ان 7 سنين طاروا من حياتك. ولغايه دلوقتي في بعض الناس في الغرب يتجنبوا المرايات يوم زواجهم، وده عشان يضمنوا ان 7 سنين من حياتهم مش هيروحوا. في المركز الرابع، ما تفتحش الشمسيه في البيت. في اغلب الدول اللي المطر فيها بشكل كبير، بعض الناس بيكون معاهم شمسيه دايما عشان هدومهم ما تتبلش جامد، وده طبيعي، ولكن خليني اقول لك انه ما ينفعش تفتح الشمسيه دي في البيت. والخرافه دي يقال انها جايه من المصريين القدماء، لان الناس وقتها كانوا مؤمنين بالقوه الخارقه للطبيعه. ففتح الشمسيه داخل بيتك هو عدم احترام للالهه او الارواح المرتبطه بالحمايه، اللي هو حامينك بالبيت اللي انت فيه، وكمان بتحمي نفسك اكتر. ايه، مفيش تقدير ابدا، ولكن مفيش اي دليل تاريخي يربط الخرافه دي بالمصريين القدماء، هو بس مجرد كلام بيتقال، لان الخرافه دي مش موجوده عندنا اصلا. هم الدول الغربيه مقتنعين ان بكده هيجي لهم الحظ السيء. في المركز الثالث، 3 في مباراه واحده. في اعتقاد كان موجود قبل الحرب العالميه الثانيه، وهو ان لو 3 جنود ولعوا سجايرهم من نفس عود الكبريت ففي واحد منهم هيموت، وهو انه هيتم اطلاق النار على ثالث او اخر جندي استخدم عود الكبريت. فخلال الحروب كان بيطلب من الجنود انهم لما ييجوا يولعوا سجاير ما يستخدموش نفس عود الكبريت، وده لتجنب معرفه مواقعهم للعدو. فكلما طالت مده احتراق عود الكبريت زادت احتماليه ان يشوفهم حد، والنظريه هي ان القناص هو اللي ممكن يشوف عود الكبريت، فهيصوب ناحيه الجندي الثالث، لانه في الاغلب مش هيلحق يشوف الاول ولا الثاني. فلو كنت الثالث فدي حاجه وحشه جدا، وغالبا هتبقى في خبر كامل. في المركز الثاني، حدوه الخيل بتجيب الحظ السيء. في قرى كتير بره بيعلقوا حدوه الحصان على باب البيت، وده لانهم مقتنعين ان الحديد بيطرد الارواح الشريره، وكانوا بيعتقدوا ان حدوه الحصان بالذات فعاله بشكل اكبر لانها مصنوعه من الحديد وليها شكل هلالي يشبه القمر. فكانوا بيعتقدوا انهم لو علقوا حدوه حصان على باب بيتهم فمفيش اي شر هيقرب منهم. فلو شفت حد معلقها على باب بيته فاعرف انها مش زينه ولا حاجه، دي خرافه مالكش دعوه بيها. في المركز الاول، خبط او امسك الخشب. اكيد طبعا عرفت المثل ده بيتقال فين، وخليني اقول لك ان المثل ده مش عندنا بس، ده كمان موجود في دول غربيه كتير. والخرافه دي جايه من اعتقاد بعض الناس ان الارواح بتسكن داخل الاشجار، فلما تحصل حاجه وتمسك الخشب كانك بتقول لروح موجوده جوه ساعديني وما تخليش اي حاجه تحصل لي. وفي بلاد اوروبيه كتير كانوا بيلمسوا الخشب ويخبطوا عليه عشان يطلبوا الحمايه والبركه. فعليا الموضوع صعب جدا، لان لغايه دلوقتي في ناس بره كتير مقتنعين بكده، عكسنا احنا بنعمل كده يمكن عشان عاده، او فاكرين ان ده هيمنع الحسد مثلا، ولكن كله في الاخر كلام فاضي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، اتمنى يعجبكم. معلش هو فيديو صغير انا عارف، بس قلت ابتدي حبه حبه ونرجع زي زمان. المهم قولوا لي ارائكم في الكومنتات، ولو كنت تعرف خرافه موجوده لغايه دلوقتي انا ما قلتهاش قول لي عليها. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وصلي على الحبيب قلبك يطيب، والى لقاء قريب.